السلام عليكم، ازيكم يا عصابة؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. طبعا النهارده عيد الام، كل سنه وانتم طيبين وكل سنه وكل ام طيبه. انا امي نايمه جوه تعبانه والمفروض ان هي ظابطه المنبه عشان تصحى تعمل لنا الفطار، فالباشا عمل ايه؟ خالتي قفلت لنا المنبه ليه؟ عشان ما تصحاش طبعا النهارده المفروض ان هي تعبانه والمفروض النهارده عيد الام، فاحنا بصوا والله متفكرين ما معناش جنيه في جبنه. قفلت لنا المنبه عشان تفضل نايمه وترتاح، واحنا نقوم احنا بالواجب ونعمل الفطار ونعمل كل حاجه. فعلي لم الصلاه كلها ولم ريسبشن، وانا المفروض ان انا اخش اعمل الاكل وانت هتساعدني في الاكل كده. ماليش دعوه، مش عشان عملت يا عم الصلاه. خلاص يا عم ساعدت مش عليا. عشان عملت الصلاه مش هتعمل قشطه. ماشي. فالمفروض ان انا هعمل لها الاكل، والنهارده يوم راحه عالمي، ولا اكل ولا تغسل سحور مواعين ولا غسيل ولا سحور اي حاجه ولا اي حاجه ولا حتى ترويق ولا تعمل اي حاجه. النهارده تبقى قاعده كده واحنا معزه نبدأ. مكرمه. ليه؟ عشان نعود عيد ان احنا الأم. ما معناش فلوس نجيب لها هديه يعني. بعدين احنا هدايا في حاجه طبعا ما معناش فلوس نجيب لها هديه، مش شرط الموضوع، مش شويه هدايا وبوكيه ورد اللي تخسرنا بعض، لا ولا شويه هدايا. لا ان شاء الله مش هتزعل. مش هتزعل. فاحنا هنراضيها ان احنا ما جبنالهاش هديه، ان احنا هنريحها طول اليوم، نعمل لها اكل، نعمل لها سحور، نعمل لها ترويق، نعمل لها نسكافيه، نعمل لها كل حاجه بالظبط كده. يلا بينا. يلا بينا. طبعا انا هعمل لها اكله انا اللي نفسي فيها بصراحه، مش هي. هعمل لها كيس حراري بالاجنحه والرجول، تمام. فلسه انا حاططها في ميه بخل وملح بقالها بتاع نص ساعه، فالمفروض ان انا انضفهم دلوقتي وبعدين اجي لكم. بسم الله. وكده معانا بصلتين صغيرين وبطاطسايه مقطعينها مكعبات والاجنحه بتاعتنا. تعرف ان الاجنحه دي عالي طبق رسمي في امريكا؟ مين اللي رسمه؟ يعني هنا بالنسبه لنا اجنحه عادي، في امريكا اسمها تشيكن وينجز، وبيعملوها في كيس حراري كده وطبق رسمي وكده. بجد والله؟ اه والله كنا بنهزر. نسمي طب ما الله، احنا عندنا هنا طور رسمي. نسمي الله ونحطهم كده هنا في الكيس. نحط كده ايه البصلتين برضو بتوعنا، وانا بعملهم من غير ترتيب، فمش عارف هو ليه ترتيب ولا لا. شباب قاعد مستخبي. ما نقطعهاش، نشقها بس ايه كده من جميع الاتجاهات. اشمعنى بقى؟ مش عارف بس امك بتعملها كده. اوكي. ناخد البطاطسات بتاعتنا. دي تاني ناقص مش عارف. انا اقول لك، ما انت لو مهتم كيس الصلصه بتاعنا. ايه الطعامه دي؟ ايه الشياكه دي؟ ايه الفخامه دي؟ ايه الرقي ده؟ ومعانا كده الصلصه بتاعتنا، ننزل بيها. بسم الله بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نحط معانا البهارات، معلقه فلفل. هل المعلقه تبقى كتير ولا شويه؟ لا كتير. شويه بس. مش لسه في بهارات تانية. المعلقه لسه صغيره. ونحط شويه ملح، بس نحط ملح حبه صغيرين، ولو طلع نبقى نزود احنا واحد لكم. ما نحطش ايه ملح كتير، يعني عشان الواحد صايم وكده فمش عارف يظبط ملحها. ودي السبع بهارات اللي امي عاملاهم، ولا ما اعرفش اسمها ايه. المهم الخلطه اللي هي عاملاها اللي هي بتاعت المحشي دي، نحط منها ايه معلقه صغيره. وشويه فلفل. لا ما التاني ما كانتش معلقه مليانه، مش فاهم. ناخد معانا المعلقه ده الطماطم اللي امك ايه كل حاجه بتبقى مجهزاها ما شاء الله. ما انت بتعمل ايه؟ امك عامله الثوم وحطها في الثلاجه، عامله الخلطه وحطها في البتاع. نسينا ايه اهم حاجه، نحط المعلقه بس هنا صوص ودبس رمان اللي بيخلوا اصلا الاكل طعم. نسمي اللي كده ننزل طبعا بيخلوه يديله بس. دبس، لا وطعم طعم المزازه اللي بتاخدك اللي انت بتحبه ده. دبس رمان، صويا صوص. عارف انت اللي هو يخلي الاكل ايه في مزه كده. مش فاهم حاجه اصلا، مش مهم. بس هنقلبهم دلوقتي كلهم في بعضهم دلوقتي، هوريكم. الشيف فيديو بيقلبها، نقعد نقلب فيها كده، مش عارف يقلبها. مش مهم، بس كلها تبقى واخده من الطعم، فاهم. طبعا بعد ما قلبناها كده ننزل عليها بفنجان ميه عشان ايه تعرف تستوي كويس، وهنقلبها كده دلوقتي. طبعا بص، بعد ما حطينا الميه وقلبناها كلها كويس، كلها شاربه من التتبيله بتاعتها. عقبال ما الفرن يسخن نعمل ايه بقى؟ نقفلها. شفت مكتوب على الكيس ايه؟ نقفلها بالهواء. عاملاها بالهواء كده انفخ فيها بالهواء. انفخ عادي يا حبيبي. واحد صايم بقى. سلام على الهواء يعني. ننفخ فيها اللي ايه، نربطها كويس. بعيدهم عن بعض من بعض عن بعض عشان تعرف تلف. هل كده كويس؟ طب هو كده هتنفخ اصلا في الفرن. طب نصبر بقى عشان في ايه، في تريكايه بقى مكتوب على الكيس. قال لك اعمل ايه، اخرمها من فوق 6 خروم.
نخاف اخرج. مش جنب بعض. فيها واحد فيها واحد. عشان الهواء يخرج منها. ازاي املى هوا الهواء يخرج منها؟ اصبر بس انت بتفهم. انت كده بتقطع بس خلاص هما الاتنين دول حلوين. معانا كوباية مية غرقناها هي في الصينية، تمام؟ عشان تساعد على السوا وكده. يلا بينا نودي على الفرن؟ يلا بينا يلا بينا. كده احنا هنغسل الرز اهو. مين اللي صحابي؟ ليه بنشوف الرز اخباره ايه؟ بجد مين اللي قفل؟ بنطمن لك على الرز. مين اللي قفل المنبه؟ انت سبت المنبه على الساعة 2 صح؟ الساعة 5 دلوقتي، دي مواعيد؟ هو فين التليفون اصلا مش جاي؟ دي مواعيد؟ ايه اللي دي مواعيد؟ انا ضغط عليه مش مظبوط معايا في ايه؟ انت بتعمل إيه انت وهو؟ بنعمل اكل عادي. جعانين فقلنا نعمل اكل. جعانين مش صايمين؟ صايمين. والساعة لو لسه 5 فاضل لسه ساعة. عقبال ما الاكل يستوي. محمد كملي يومك. هو يا دوبك ساعة. امي نعم. فكك من التهريج ده، الساعة 5 هنعمل اكل امتى؟ أيوة. حضرتك نايمة. هو الفطار في الدنيا ما بيزيدش عن ساعة إلا لو محشي. طب احنا بدنا المحشي. هو أنت بتبتدي من بدري؟ اه خضرة محشي او الرز معروفة محشي. لا أنا مش مطلعة كده. احنا جبنا كده. جبتوا كده إيه؟ جبنا خضرة محشي. اطلع بره أنت. لا هات بقى انت كده وامسك اعمل السلطة عايزين بتاعتك. نعمل السلطه بتاعتي. اعمل انت سلطة. جت عطلنا اصلا عشان ما نعرفش نعمل الاكل. امسك. سلطة مع محشي ازاي وانت بتقول جايب محشي؟ ما احنا بنحب المحشي بالسلطة. انا بموت في المحشي بس ابو سلطه. ايه ده؟ هتشوفيه انت دلوقتي. يعني عشان ايه؟ ايه اللي بس انت كده. بتعمله كمان ده؟ بعمل سلطه لا اله الا الله. في ايه؟ هتبصي في شغلي؟ والله اسيب لك البتاع واقوم. انتوا بجد قررتوا تعوقوا النهارده؟ امي هنعمل اكل تاكل صوابعك كلها وراه. صوابعي؟ اه قطعها على البلانش احسن. صوابعك انت عورش. المطبخ. لا والله نضيف. انا منضفهولي. فين اللي منضفولي؟ المطبخ نضيف من الاول. فين اللي منضفولي؟ ابسط يا عم اهو. فين اللي منضفولي؟ يا عم ابسط يا عم. ايه اللي مطلع العلبه اللي هناك دي؟ وايه عشان اللي هنقطع عامل فيها لي السلطة. هناك كده؟ والله العظيم. امي امسكي كده بدل ما انت مش لاقي حاجه تعمليها. تعالي صوري الواد عمال ما اعمل الرز. المغرب خلاص هيأذن. بيكفي. هتعملي عصير النهارده. هديك بيكفي. لا ده مع يا شيف عبد الله. ايه ده بعمل له ما جبناش عصير. الحته دي صحيح ليه؟ اروح انا جنب النوم ده؟ وانا اروح اعمل الرز وعقبال لما الباقي يخلص السلطه. ولا اقول لك انا اروح اصلي العصر لان انت ما صحتناش اصلي. روح يا اختي روح. انت مش فالحه غير في كده. طب ده حاجه حلوه. مش فالحه غير في كده. طالما تصحيني متاخر انا ما حدش صحاني ليه؟ انت مش فالحه غير في كده. انت دايما منسيه دايما منسيه. مش عارفه ده ايه ده؟ ايوه سؤال بس. وانت اللي مقطع الخضار كتير. عشان يبقى حلو كده. وكمان انا عايز املى العين. سؤال. انت ازاي قاعد كده من غير ما بتاكل؟ عشان هموت. كل شويه امسك حته وابقى لسه وافتكر والله العظيم. حاجه معروفه لما بيقعد يعمل السلطه بياكل نص الخضار كده حاف. ربنا يصبرني بقى. كله في ميزان حسناتي. مزاج قوي. طبعا هنا معانا الرز. هعمل رز ابيض عشان الصوص بتاع الاجنحه ناكل بيه الرز. هنسيبه لحد ما يغلي. طبعا الرز مش مستاهل يعني انتوا فاهمين كلكم بتعرفوا تعملوا يا رز. لهوي هو انت بتعمل رز؟ ايه رايك؟ يبقى مش هنفطر. سيربرايز. تعالى لي هنا. عايزه ايه؟ تعالى لي بس كده هنا. حد يحط معلقه الرز كده في قلب الحوض. ايه يا جدع مفيش اختراع عندكم اسمه طبق تحطه هنا؟ ايه كترة المنظر مواعين. ده؟ ايه كترة مواعين وخلاص. امال المعلقه تحطها فين؟ في الحوض معروفه. في الحوض؟ وريني نسبتك السودا. يا رب رز بسم يا رب. الله رز. هو ريحته رز. دوقي بقى كده. دق. بسم الله يا بركة بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لازم تحطي يا ايدك. خوفي انا حاسه ان على ميته فكره كتير. على فكره انا قلت التعويذه بتاعتك. انت يا حيوان مش اكل وحش تعويذه. بقى. يا حيوان مش تعويذه. هو حد يقول على بسم الله الواحد بيتبارك؟ انت بتقعدي تقولي كلام في تعويذة. سرك كده تعويذ. يا عم بحب اقرا قران. انت مالك؟ انت أنا مالك؟ قرأت انا كمان. انت قرات القران؟ طب ماشي. ده انت يا ساتر علي عليك. بيتخانق مش بيقطع بيخرط الجربيل. يا لهوي. تعمل ايه يا حاج؟ بعمل هي نسبت السودا انت كمان. بيخرط انتوا اللي خلاكوا تعملوا النهارده العمله السودا دي. عشان نريحك يا امي. تريحوا انتوا كنتوا بتريحوني؟ ايوه
لا انا مش شايف النجمة تروح بيسري يجري. ايه غسلت ايديك عيب عليك يا ماما. ايه يا علي بزبلته. ليه محطوطة كده؟ ما خلاص انت هتنقي. تاكلونا النهارده الاكل بزبلته. علي الجزر بيتبشر. بيتبشر يا حبيبي. ماشي القوطة بتتقطع. مش بتتبشر يا كمان؟ لا بتتقطع بس يا بابا. ومعجزة بيقطع سلطة وما بياكلهاش. صايم. هو كان بيقطع قطع في بقه وقطع في الطبق. ما هو بيقول لك الخيار بيرقص لي. اصلك ازاي يا بابا؟ بيغريني بلونه. رمى نص الطماطمية البتاعة تاكلوها لا يا ولا احطها؟ لا كفاية الزبالة اللي انت حاططها. الطماطم بتقطع ازاي؟ الطماطم بتقطع ازاي اصلا؟ من نص يا علي سوي من النص الاول. ايوه امسك كل نص قطعه وحيد بقى. انا اخش اكمل نوم بقى يا جدعان ولا اروح؟ لا هروح اعمل لي ربع كده على ما اخد خالص. ماشي وانا اروح اشوف الرز اللي بينه. يعني والله كان نفسي اكمل نومي بس خلاص بقى للاسف مش وقت. شاطر يا عم. اتفرج. قطع القطع عادي اللي هو. والله انك فاشل ما نفع في حاجه. والله مش هتكلم عن نفسي، سيب عبد الله بيتكلم عليا. والله عبد الله علي. يكرم عليك. علي ما لسه والله ناصفني. والله خلاص عشان تنزل تجيب عصير خلص ما هو كده. اعمل ايه يا رب بس في العيال دي يا رب اعمل ايه بس يا رب تعبت من العيال تعبت. بصوا يا جدعان عايشين في زريبه. ايه المنظر اللي انتوا بسببك. عاملينه ده؟ انتوا فاكرين؟ انت اللي جيتي يا حق. الازاز ده من السحور صح؟ طب اتفضل استغفر الله استغفر الله. اتفضل خد على الحوض هاتي على الحوض. لا نكسب فيكوا صواب. العين ده في التلاجة. نكسب فيكوا صواب. ده اللي مطلعه تحت هات الحوض. حاضر ده خلص يترمي في الزبالة. حاضر. وانت ايه اللي مخليك جايب البخور ده هنا؟ حاجه تانية هاتي البخور. لا البخور البخور. سيبه خلاص ماشي. خلاص. يلا كده المهمه تمت بنجاح. فضينا البار. ايه فضيت البار حطيته مع المطبخ يا معفن. لا ما هو شيل كل حاجة في مكانها. شايف الجمال؟ شايف الجمال والحلاوه؟ كمان لو جيت شفت جمال السلطة اللي اخوك عاملها. وريني فهمت بقى اعمل الخرم اللي فوق ده ليه؟ عشان يطلع الهواء يخلص. بسم الله الرحمن الرحيم. شايف لون الرز؟ نديله تقريبا ايه؟ وبرضه محطوط من هنا لا سنة. المدسوع عادي. في فرق بين المدسوع والمشوي. كده هو قرب يستوي. من صوع تاني برضه من تحت في ايه؟ ده سايكل؟ عشان انا بطلع احنا بنحبه مقرمش. ممكن اقلبه من على الوش كده وما اجيبلكش الحته بتاعت الحرق عادي جدا. بس ليه نخمه؟ حاجه اللي تبوظ مننا باظت. بس الرز ما باظش الحمد لله. بوظت ايه؟ ما بوظتش حاجه يا امي ربنا ما يجيب بوظان. بتقول ايه يا وفدي؟ اعمل رز. اعمل رز. على لي. تعالى انت شوف المصيبه السوداء اللي انتوا عاملينها ده مش منظر ابدا ابدا تعمل عادي. ابدا مش منظر. نص الخضار اترمى ليه؟ مع ان تعمل الخضار حلو. مش عارف انت ازاي تسلم حاجه زي كده واحد ما بيعرفش يطبخ. انت عارف ان السلطه اهم حاجه. ازاي تسلمها عندك؟ انا ما بعملش السلطه، انا بقطع له الطبق اللي هيحط فيه الاختراع اللي عامله. ده ايه ده؟ بقدونس يحط تحتيه. طب ازاي وفي صلصه؟ في صلصه. انا بحب البقدونس والصلصه مالكش انت امي فيه. الطبق ده مش هيكفي. ازاي مقدونس الصلصه مع بعض؟ الطبق ده مش صلصة هيكفي. كتير؟ ماشي سيب انا عايزه البقدونس ده. الطبق ده مش هيكفي. حاضر يا حبيبي اشيله. لا ما عشان افتح شايفين جمال السلطة ولا انا عاملها؟ فين جمال السلطه اللي انت عاملها يا ابويا؟ ايه انت ده؟ فين الليمون اللي حطيته؟ فين البهارات؟ فين ايه؟ فين ما حيقتهاش ليه؟ الوانها كده مزهزهه يا لهوي. ناقصها قطع قطايتين ولا قطايه؟ قطع قطايه. اللي مشاهدين يا جدعان يا بصوا بتبوظ الاكل بتاعتي ازاي؟ ببوظ. فتحت الكيس ورميتها بوظت كل خطوطاتي. ببوظ. كنت عاوز افرش الاكل ما رز. استواش يا حبيبي. كنت عايز افرش رز وافتح عليه الكيس كذا التيك توكر. توكر الاكل ما استواش. وايه اللي انت عامله ده؟ ايه اللي انا عامله؟ انا قايله لك الرجول دي انت قايل لي انا عايز اشرب شوربه رجول وعايز رجول صح؟ نفسك فيها دي شوربه؟ لا ده تشيكن وينجز. مين؟ تشيكن وينجز. هو فيه البتاع اللي انت قلته ده بالبطاطس؟ في بافلو. بفلك؟ ما جبت كل المنيو. المنيو ماشي حاضر. انت نفسك في ايه؟ ايه اللي انت عملته ده بس يا رب طب ما صبرني. عندناش رجول تاني؟ عندناش رجول تاني؟ لا يعني انا هجيب لك الفراخ دي كله
دي الفراخ اللي انا جبتها في الشهر. ما عندناش رجول تاني نعملها ما شوربه عندناش رجول تاني، عشان فيها كولاجين. وبعدين في رجول تحط في الفرن. اه لا ماشي لما بالصوص كده. تق 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 تق. تبقى متنغمغه. لا انا تعبت يا ربي تعبت. انت على فكره بوظت لي الخلطه. هتخش الفرن تاني، والصوص بتاعها قليل. الصوص بتاعها صوص ايه؟ صوص دي ايه؟ صوص دي ايه الصوص دي؟ البتاع الصلصه بتاعتها قليله. ايه صوص دي؟ جبتوها ايه منين؟ ده في الاخر بقت صينيه بطاطس؟ ايه صوص دي جبتها صينيه ازاي؟ بطاطس بالفراخ، هو ده اللي تشيكن ويندوز اللي انتوا متجننين عليه؟ تشيكن ويندوز. تشيكن انت واسكت وما اسمعش حسكم لمده سنه ده قدام. تشيكن فايروس. تشيكن وصوص وموس. ايه يا جدعان ده؟ ايوه دوق يلا. لا قربت تستوي. قول على الفرن. رورو هو انا اللي عامله؟ رورو. استنى وانا اقول لك. لا ده حامش مظبوط. لف حواليك ليه؟ لسه ايه؟ بهاراتها كمان مش مظبوط. عايش في حمام. هات الحاجه فين؟ استنى. استنى بس بقى يعني. فاجئ رعد من التشيكن ويندوز. تشيكن ويندوز اه. فاكوا بالحوض. هينط والله. انت شميتيها قلت بهاراتها مش مظبوطه بتعدلي. اه طبعا. على فكره بهاراتها واولهم مظبوطه. الفلفل الاسمر ده. ايه اسمر دي؟ اسمر يا سمراني تيرا، مين قاسك عليا انت صايمه. لو ترضى بهواني. وانا حرام. ايه؟ وانا حرام. استغفر الله العظيم يا رب. زلة لسان زلة لسان. ايه ايه؟ اعترت يا ساتر. طب لما نقول الجاكيت البومب يكون ايه؟ انا تعبت، انا زهقت منك وقرفت منك. وانا كمان. خد. ولعت الفرن؟ لا ولعت الفرن. يلا يا اما الاذان اذن ياما. ايه ده ما عرفتيش له طبق واحد؟ يمك اللي المفروض تعمل. مش عارفه مش المفروض تقريبا كان يعني ايه طبعا؟ مريح امي عشان عيد الام، مش عارف هي قلبت معانا بايه، بس امي هي اللي خدت الاكل عامه يعني. انا عاش ياما والله العظيم ياما، والله مجهودك دوت يعني. على فكره ما عملتش حاجه، دي مجرد غرفت بس يعني. انا يا فوقي الاكل يطلع وحش. لا ما تخافيش هيطلع وحش. لا هندوق ونقول راينا بجد ومفيش زعل. ايوه انا بقول لك ما تخافيش، هو كده كده هيطلع وحش. هنشوف. بذمتك الاكل هيطلع ايه؟ وحش طبعا عشان انت اللي عامله. مش محتاجه يعني. حاسه ها؟ ان ريحه الرز حلوه. حاسه؟ اه. دي شهاده انا اعتز بيها يا جماعه ان انا عملت رز، امي شهدت انه حلو. ادي لا، رز لسه ما ابيض يا عبد دقتش. الله، يا حد لا بيعمله. ليك ولسه ما دقتش. لا هو حلو، انت قلتي خلاص. لا لا ياما يا ابني انا الرز خدت اللي كلامك ثقه. لسه ما ادوق هقول. دي البوسه دي ياما لمين دي؟ لمين اللي بوسه دي بس قولي. هقول لك. هو الصعبان عليه ان انا بملى الطبق وبعمله شكل، فاخترع. عارفين فنجان القهوه؟ عبى رز وعمل لنفسه شكل اللي بوسه دي ليك يا عبد الله. اديها لك دلوقتي. وهتفيد منه. لا هو حاطط صغير لو وحاطط طبق خضره ومسوى وبتاع. والدنيا تمام. بني ادم يا جدعان. يا اولاد يا عبد الله كل طبخ لنا فوانيس. طبخه واحده. هو انا مش أمي. عارفه ليه خايفه افطر. امي امي على فكره التعب ده كله لهدف عشان واحد بس. عيد الام. احنا ما بنركش هديه، فكل سنه وانت طيبه. هو انتوا ربنا بتعجبوني يا اولاد. ربنا يعوضك نوديك المستشفى. على فكره وحياه ربنا والله العظيم احنا اجمل مش- هديه عارفين. مش كلام فعلا، انتوا اجمل هديه عندي. أنا أجمل والله هدية. العظيم اجمل هديه عشان كده طلعت إحنا ما بيها من بنركزش الدنيا كلها. قلنا نبقى احنا وهديه كتير عليك قوي كده. ما يحرمنيش مفيش حاجه تكتر منكم عليك يا ويخليكوا ليا. هي حاجة انا بسيطة. بضايق فيكم بس انبسطت والله انبسطت. هي مجرد حاجه بسيطه عشان مجهودك. انت كل يوم بتتعبي، كل يوم بتعملي فطار، كل يوم بتروقي، كل يوم بتعملي سحور. فاحنا النهارده طول اليوم بعد الفطار بقى بسحور، بترويق شقه، بغسيل مواعين، بغير بجد بكله علينا بمشاريبك. والله. يلا والله. يلا ابسط يا عم. الله ابسط احلى يا عيد عم.
الله والله جميل. بس لا، عيد الام مش هدايا، عيد الام مشاركه طب بالظبط، معنويه. مش عشان احنا معناش بعد فلوس، الكلام لا. الحلو مش ده عشان احنا لو معناش الاكل فلوس. فيه حاجه مش حلوه نقدر نقول ازاي؟ طيب قول لي لو الاكل فيه حاجه ما عجبتنيش نقدر لا قولي عادي، احنا ما عندناش دم. لا احرجناه احرجني والله العظيم عندنا احرجني. انت اول واحده الأكل تدوق. وحش. انا اول واحده ادوق. هات الصبي انا هجرح يوم انا اصلا مش هاكل دلوقتي. بص انا صبيت كيس واحد فالكوبايات مش مليانه على الاخر. بسم الله. كسلت بصراحه صب التاني قلت لا حرام حلو يعني. حلو تمام. هو مين هيشربها كلها؟ خساره فيكم برضه. ايه القرف ده؟ صبيتك احلى. ان شاء الله يخليك لي. بسم الله. طب انا كمان عايز ادوق الصوبيا الوحشه دي. تلبك معاوي. كوبايتك هتتقبل؟ ما انا مش هقدر اقول بعد لا اللي قولي انتوا يلا، عملتوه ده. انا مستني رايك. والله العظيم ما هقدر اقول بعد اللي انتوا برضه بجد. عملتوه نشا. عشان تبقى تعيب على حاجتي كويس. بسم الله. اولا انا بحب ادوق الرز الاول لوحده ان الرز اتاكد بيبان. حلو ولا لا، هو اللي بيبان بجد. الاكله حلوه ولا لا. هو اللي بيبان الشيف الشاطر. وخصوصا ان هو بصراحه ما بيعرفش يعمل رز انا معترف لو ما بعرفش اعمل رز وبوظت قبل كده وانتوا شاهدين. ده انا عملت رز ابيض بشعريه ورز معجن ورز محروق. صاحبي ما تعلمش ببلاش. الحمد لله الفاروق كده. ايه ده؟ رز. ايه ده؟ قلت لك وربنا حفظت تعالى. التعويذه بتاعتك. تعالى كده بسم الله. نقول بجد والله حلو قوي. هو عامل زي الرز بس حلو جدا. صح؟ هو تقريبا زي قريب قوي منه فعلا. احنا ما بنحبش جداً. يتكلم عن نفسه كتير. خلاص عملت البدايه عشان هي جت صدفه كده عشان هم قلبته. قريت التعويذه خلاص. نيجي. السلطه بقى بتاعت علي، يلا دوق. هنهزر هنخسر بعض. احلى سلطه دوقتها في حياتك. اقول لك ليه؟ ليه؟ الخضار حلو. انت عشان انت احلى الوطن. سلطه دوقتها في حياتك. مالي خلاص زبطة من ما حاجة. تجوديش. ابتدي ايوه بجناح كده وبطاطس وبالصوص. يعني يوم ما تعمل لي حاجه حلوه تروح تنقي اجنحه ده تشيكن وينجز. يا عم هو باب يا عم وينجز صلي بتاعتك على النبي دي. بالوينجز بتاعتك صح. بالنسبه لنا وينجز اجنحه عادي، بتاعي. حاجه بسيطه بالنسبه للطبق ده. طبق امريكي. البطاطس استوت استوت بجد. بجد وريني وربنا كده. اهي استوت مش معقول. بس انت بوظت مخططاتي. ايه يا ولد ده؟ بوظت مخططاتي. كنت عايز ملح افتح كيس مظبوط. كده على الرز. مرحبا. لا احنا هنفتح لك بيت بقى. لا ايه ده؟ انت هتشوف اللي لك زدت عريس استنى، انت اللي زدت مرحله. ملح مظبوط، انت اللي رشيت يعني الملح والفلفل. بس تركايه بسيطه يعني مش الملح والفلفل انت خدت بالك يعني كانت الحاجه اللي عملتها الملح مش مظبوط. طعمها. طب وربنا مظبوط طب بقيت البهارات. وطعمها حلو. طب دوق الفراخ. لا انا مش قادره اصدق. مين اللي عمل الاكل؟ اشتريتوه من بره؟ انت جيتي لقيت ربنا الاكل في اشتريتوه؟ الفرن. هنشتريه في الفرن. بسم الله. الحمد لله الفرن جدعان. والفراخ مستويه. البشره بتاعتي نفسي بتجزع وحشه قوي مش جدا. انزل رجع الكيس التاني ده. لا وربنا في حاجه غلط. الفراخ مش زفره. امي خلاص. أمك. لا ده الشكر. مش زفره. هو كان بيعمل الفراخ كان تتحط للقطه مش لينا. كان فلفل مضر. هو ايه اللي جرى؟ مش عارف. لا في حاجه غلط. عشان عيد الام بقى وكده ف سبحان الله ان عنده بقى ظبط. لا لا الواحد بيتعلم ربنا من أخطائه. انبسطت وحياة ربنا انبسطت مش قادره اصدق. طب والله العظيم ما مصدقه ان انا ابني يطلع. لا لا لا. قلت لك احنا خلاص هو شفنا ليه عريس في نفتح الاكلات لك اللي بيت. هي ايه؟ عارف انت الاكلات ميصة. الملزقه الميصه دي ما هي دي من اللي الاكلات بعملها. الملزقه الميصه. انما انه يعمل شويه رز ويطلعوا من ايده حلوين مش قادره اصدقها. ما هي دي اما عشان تشيكن وينجز ليه بقى؟ ويندوز يا ويندوز. اخويا اجنحه وربوب صلوا على النبي. ليه الرز ظبط؟ انا بقالي فتره حرفيا من ساعه ايه؟ من ساعه ما بقيت ابوظ الرز وانا كل ما امي تعمل رز لازم اقف جنبها. اقول لها اعملي. تقول لي يا مالك يا ابني بس في ايه؟ تبقى بتتكلم معايا. لا ما انا ده التركايه. اتكلم معاك عشان شفت على الرز ازاي. الله يسوس. شفت الرز بتاع الاصفر والرز اللي هو حبايه والرز الابيض والرز بشعريه والرز الصياديه. اتعلمت كله منها. هعتذر المطبخ قريب. باركولي. الحمد لله على الفرق كده. الحمد لله. باركولي هعتذر الحمد المطبخ لله. قريب. لا يلا. يستحق عليها بوسه والله. يا امي قلت لك لا ايه رايك بقى في المفاجاه بتاعتنا دي؟ لا داعي للشكر. ها ايه رايك في المفاجاه دي؟ والله حلو طب هرمط. بسطتوني وحياة ربنا انبسطتي؟ انبسطت قوي. بس خلاص هي الانبساط اللي بس احنا في كنا حاجه عايزينه. بقى حاجه صغيره. ايه؟ المطبخ شكله يقرف ويخوف. بس كده لسه من عينينا. والله علي شكله اخش يخوف. اعمل المواعين كلها دلوقتي. نعملها لك دي اعملها لك. نعملها لك.
في حرف النون بيتضاف ازاي ده؟ طب انا هوثق اللحظه، يعني مش أمي، هقفل الفيديو ولايفاتك دلوقتي. وشقتك. لا احنا نقفل ونبقى حلال في حلال. لا 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 لا، عشان الناس بتلوم ان احنا رجاله وبنساعد امهاتنا، يعني مش على طبعا مش العموم فلوس. لو قفلت برضك هاخد كده لقطات، عارف انت اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعي، اخدها واحطها في الاخر عادي. مش ده برنامج مقلب قبل رامز جلال اه في شارع الهرم؟ اطلع بره، انت لسه عامل حاجه كويسه، اطلع بره ما تخليش امد ايدي عليه، مش في ثانيه الا ثانيه يا جدع. يلا يا ناكل ساتر. ونكمل بجد بقيه لو يومنا. عجبكم الفيديو، هم يستاهلوا فعلا اللايك، تعبوا وعملوه بجد وفاجئوني، والله حاجه فرحتني قوي 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 قوي، ويستحقوا فيها اللايك. يا عم ما تنسوش اللايك بقى والسبسكرايب، وتقولوا لنا ايه رايكم في الفيديو، رايكم في لا، هو الهديه اللي احنا عاملينها لامي دي. يا جدع الله اكبر، يا جدع يا جدع في ايه؟ نقول لهم ايه؟ سلام. لا اكبر في ودنك ولا اعمل ايه تاني؟ لا انا قلت لهم يستحقوا فعلا، عشان انتوا تعبتوا تستحقوا اللايك، بس لسه في تعب تاني. هحط لهم حتت كده من غير صوت نوثق الصور، بس صور. يلا بتعمل ايه؟ نسكافيه. انت بتعمل ايه؟ بص لي هنا كده. بعمل لمامتك نسكافيه. مكلكع شفت هقلبه دلوقتي مش هيبان. شفت؟ يا عم مش هيبان والله. ادينا ضلمه عشان مش قايدين الاضاءه. كلنا ها؟ واحد بقى انت دماغه بتلف بقى وبيتقل. تعالى يا بنيتر عشان نلم الاكل. اي حاجه تفوق. شاطر شاطر شاطر، وانت بتمسح السفرة تمسحها بضمير. ها؟ امسحها بضمير. يعني ايه ضمير؟ امسح بضمير. يعني ايه ضمير؟ لا النهارده لازم نعمل بضمير. شطور شطور شطور. انما بيت اليمن عشان مامي تفرح منك. انما بيت اليمن لا، من غير ضمير عادي. كده المطبخ بقى زريبه، فالمفروض ان انا دلوقتي هعمل المطبخ عشان خاطر نريحها زي ما احنا ما اتفقنا. فخلاص المطبخ كده كان الفيديو معانا خلص. لو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. والهدايا يا جدعان مش شرط بفلوس، وهتكون هدايا ماديه، ممكن تكون حاجه بسيطه نعملها في البيت نريحها على الاقل، دي تكون بالنسبه لها هديه جميله جدا. انا بقول طبعا الكلام ده انتوا مفكرين عشان خاطر ما معناش فلوس نجيب لها هديه، لا والله دي حاجه بجد. فحاجه زي النهارده بسيطه، نعمل لها الاكل، نروق لها الشقه، نغسل مواعين، نعمل لها نسكافيه، دي اللي هو نريحها زي ما هي بتريحنا طول السنه. تعمل لنا اكل، تعمل لنا شرب، تغسل لنا هدومنا، تروق الشقه. فقررنا نريحها يوم واحد في السنه على الاقل. فريحوا امهاتكم حتى لو مفيش فلوس تجيبوا هدايا، ولو معاكم ريحوها لمده يوم، خلوها تبقى عايشه ملكه في البيت، هي هتحب ده قوي. فعشان ما نكونش رغايين وطولنا عليكم، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وسلام.